ايه ده؟ ايه يا الرخامه دي؟ حتى وانت بتخسر بتفكر، طب ما تخسر خمسه يا عم، ولا تتنقل تخسر ثلاثه ولا اي حاجه على لا اربعه يعني. والله يا قلب اخوك انا اعرف الرجاله بتزعل بتتصدم شعرها الله اكبر، ده اتصدم طلع له شعر. بيلا حضر، بيلا جه، بيلا هيعمل. لما تيجي نتكلم بجد تعالى والله بجد نتكلم بلغه الارقام. تحب انت لغه الارقام؟ السيتي جوارديولا كان خسران اربع ماتشات متتاليه لاول مره في تاريخه، فحب يعلي على نفسه. الله اكبر، اول مره اشوف حد بيعلي على نفسه في الفايت. قال لك مش جوارديولا اللي يخسر اربع ماتشات ورا بعض فشال اربعه. عليك انت قاعد بتربع في، وانا مش هفضل استلمك طول ما انت بتفكر. بس يوسفني اقول لك يا قلب اخوك ان مش دي المشكله الكبيره. المشكله ان توتنهام اللي خسروهم اربعه على ارضهم دول لسه خسرانين من ابسويتش تاون اللي هم المركز ال 19 وطالعين من الدرجه الثانيه. اقول لك على حاجه والله العظيم ما دي المشكله بقى. توتنهام دول بيلعبوا من غير الاثنين سنتر باكات الاساسيين بتوع فان ديفين روميرو، مش موجودين الاثنين. ورغم كده السيتي ما قدروش يجيبوا جول واحد في توتنهام. انت متخيل؟ طبعا انا لو قلت لك ان دي برضو مش المشكله والله العظيم ما هتصدقني، هتفتكرني بقف. هتقول لي يا عم ما تقفرش، امال هتكون ايه المشكله اكتر من كده يعني؟ عارف السيتي الماتش الجاي عندهم مين؟ لو عايز تعمل تريبل من دلوقتي